مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. يشهد ملف الصحراء تحركات دبلوماسية مكثفة في ظل اقتراب موعد مناقشته أمام مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر المقبل. ويأتي في صلب هذه التحركات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، اللي كيقوم بجولة إقليمية مكثفة كتستهدف إحياء المسار السياسي المتجمد منذ سنوات. وقد زار دي ميستورا الجزائر، حيث استقبله وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في لقاء كيندرج ضمن سلسلة من الاتصالات مع الأطراف المعنية. كتزامن هذه الجولة مع تنسيق دبلوماسي ملحوظ بين المغرب وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بهدف دعم الحل السياسي اللي كيقوده المغرب وترسيخ مبادرة الحكم الذاتي كخيار واقعي ومستدام. وكتأكد اللقاءات الأخيرة اللي أجراها المبعوث الشخصي دي ميستورا على هذا التنسيق، فقد التقى في 5 شتنبر بمستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، اللي جدد تأكيد موقف واشنطن الثابت بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق. هذا الموقف كيعكس السياسة الأمريكية المستمرة منذ الاعتراف بمغربية الصحراء عام 2020 واعتبار مقترح المغرب حلا جادا وواقعيا للنزاع. وبالمثل من المتوقع أن يستقبل وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارود المبعوث الأممي في لقاء كيهدف إلى تحضير المشهد للنقاشات المقبلة في مجلس الأمن. وتؤكد هذه الخطوة على حرص باريس على لعب دور محوري في الجانب التقني للمفاوضات وتقديم دعم قوي للمبادرة المغربية اللي قدمها المغرب عام 2007. وكتشوف الدبلوماسية الفرنسية أن وجود خطة تفصيلية بجدول زمني محدد لتنفيذ تدابير الحكم الذاتي غادي يعزز الدعم الدولي للمغرب ويقوض الحملات المعادية. هذه الديناميكية الدبلوماسية كتجي في وقت تتحمل فيه واشنطن مسؤولية الضغط السياسي المباشر على النظام الجزائري الداعم الرئيسي لجبهة البوليزاريو الانفصالية، بينما كتركز باريس على الجانب التقني. وكيعكس صمت النظام الجزائري بعد زيارة مستشار ترامب بولس الأخيرة في يوليوز الماضي حالة من التوتر وعدم القدرة على مجابهة الضغوط الدولية المتزايدة عليه. وفي خضم هذه التطورات يبدو أن جبهة البوليزاريو وحليفها الجزائري يعانيان من عزلة متزايدة على الساحة الدولية، فأطروحة الاستفتاء لم تعد تحظى بأي دعم جدي، وأصبح التمسك بها مجرد إصرار على تمديد نزاع مصطنع على حساب معاناة السكان في مخيمات تندوف. ويبدو، وإحنا على أعتاب الذكرى 50 للمسيرة الخضراء، على أن جبهة البوليزاريو واللي صنعتها الجزائر مازال لحد الآن ما بغوش يستوعبوا على أن الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل هو الحكم الذاتي، وهو أقصى تنازل يقدر يقدمه المغرب. ويبدو على أن البوليزاريو عاجبها الوضعية اللي عايشين فيها السكان المحتجزين في المخيمات، وبغاهم مازال وقيلا يبقاو واحد 50 سنة أخرى في ديك المخيمات وديك المعاناة. واش السكان غادي يقدروا يصبروا 50 سنة أخرى دون حل هذا النزاع المفتعل ويرجعوا لبلادهم ويرجعوا إلى المغرب؟ شكرا على المتابعة، وما تنساش تشاركوا في القناة، وإلى اللقاء.